ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده يوم بسيط، يوم في حياة اي ام بعد ما ولادها يروحوا المدرسة. انا عندي طفلين، عندي يوسف في سنة تانية اعدادي وعندي يارا في سنة اولى اعدادي. الاتنين ورا بعض يعني ومدوخيني والله، ربنا يهديهم. طبعا قمت من النوم كده، حضرت لهم بقى اللانش بوكس وباباهم بيوديهم الصبح المدرسة. برضه عملت له القهوة بتاعته، عملت له سندوتش وهو بيوديهم، بعد كده ايه يطلع الشغل بتاعه. قلت بقى ايه، لقيت شوية مواعين، مع اني والله يا بنات انا من النوع اللي لما بنام ما بسيبش اي حاجة في الحوض، لازم يبقى المطبخ نضيف. طبعا بقوم اكيد بلاقيه، مش بلاقي بقى الولاد اللي عامل بقى مشروب، اللي عامل سندوتش مبهدل الدنيا. بيحبوا يخترعوا قوي، لما اول ما بنام بيخترعوا، بقوم الاقي المطبخ يعني زي الفل. بس النهارده الحمد لله كان المطبخ هادي كده، ما كانش فيه بهدله كتير. قلت بقى ايه، لا مش هنام، هقوم كده انضفه بسرعه واعمل فطار كده خفيف. واصور لكم الفيديو ده لو حابين ان انا اعمل فيديوهات من دي. اكتبوا لي في الكومنتات، ويا ريت يا بنات فرحوني بالاشتراك وفرحوني بالتعليقات واللايك، وحسسوني كده ان انتم متابعيني. قولوا لي انتوا حابين اعمل فيديوهات زي دي، اعمل لكم فيديوهات من دي كتيره. قلت بقى انضف كده زي ما احنا شايفين. كنت خلصت وكنت محمره لهم بطاطس كده، كانوا عايزينها في اللانش بوكس، هما مدمنين بطاطس، بيعشقوا حاجه اسمها بطاطس. عشان كده انا جبت الاختراع ده. كنت بدور طبعا لان كان استهلاك زيت وبهدله للمطبخ لما بقعد اقلي بطاطس. فلقيت الاختراع الجامد ده، الاير فراير، كان تحفه بصراحه، موفر معايا للكهرباء وموفر للزيت، ومش بيبهدلي المطبخ. تمام. بس يعني يا ريت لو جبتيه. وبنصح كل ام بصراحه، يعني كل بيت مصري لازم يجيب الاختراع ده. تحافظي عليه بقى، يبقى ليه مثلا ايه زي ما انتوا شايفين كده. ليفه معينه انا بغسل بيها، ما تكونش حاده، عشان ما تخربشوش، عشان ما يبص، لان ده عباره من جوه عن تيفال، فلازم تحافظي عليه جدا. فانا ليه معايا استخدام، يعني انا كل ما بقلي حاجه لازم على طول انضفه، مش براكم الدهون فيه، عشان لو سبتيه مره ورا مره هتلاقيه معاكي الدهون هتلزق ويبقى صعب قوي في تنظيفه. لكن كل مره تستخدميه تنضفيه كده بيبقى سهل، صدقيني، وبسيط. هو عباره عن قطعتين زي ما احنا شايفين كده، انا بنضفه كويس قوي. فانا بحافظ عليه. اللي انت تحافظي عليه اللي انت تنضفيه بعد كل استخدام، هتلاقيه كأنه جديد، وهيعيش معاكي طبعا فترة طويلة. فانا هنا كنت بقى بنضف المطبخ زي ما احنا شايفين، غسلت المواعين اللي في الحوض وهغسل الرخامات. عايزه اقول لكم انا المطبخ بتاعي دايما نظيف، لان انا متعوده بعد كل اكل بعمله تلاقوني اقعد المع في رخامات، المع في الدولاب، ألمع البوتاجاز. لازم بعد كل أكل لازم ألمع البوتاجاز، ألمع السيراميك اللي حوالين البوتاجاز. فبتلاقي الحاجات دي معايا بعد كده ما بتتعبنيش، ما بيتراكمش عليها دهون. صدقوني يا بنات والله، يعني النظافة من الإيمان، والنظافة حلوة جدا، بتخلي نفسيتك مرتاحة ان انت تخشي وتبقي حابة ان انت تعملي الأكل بتاعك، حابة ان انت تعملي مشروب، المطبخ بيبقى نضيف. فلو المطبخ بتاعك نضيف يبقى اعرفي البيت بيبقى نضيف. انا هنا كنت صبنت الازاز دي برضو بتاعه الميه، ليها معايا روتين، يعني ممكن في الاسبوع مرتين كده اللي انا اصبنها واغسلها بالخل، وبتبقى ميه سخنه. بتبقى معايا بصراحه نظيفه. والافضل ان انتي طبعا ازاز الميه تبقى ازاز مش بلاستيك، لان الازاز صحي عن البلاستيك يا بنات. سواء بقى تغسليه بميه سخنه كده يبقى صحي طبعا. الازاز حاجه بتبقى حاجه نظيفه قوي في الميه، وبتعرفي تتعاملي، بيقعد معاكي فتره طويله. هنا كنت بمسح الايرفراير بتاعي، طبعا انا لازم من جوه ومن بره وبنشفه. صدقيني اي جهاز هتجيبيه مش شرط الايرفراير بس هتحافظي عليه، هيعيش معاكي فترة طويلة قوي. فاهماني؟ فحسب انتي استخدامك وحسب ما بتحافظي على حاجة. انا هنا بمسح الرخامة، وطبعا الحاجات اللي على الرخامة دي انا دايما بشيلها باستمرار وامسحها. بس كنت لسه مسحها فبمسح بس مكان ما انا استخدمت الرخامة. وهنا كنت بعمل بقى القهوة بتاعتي. وعايزه اقول لكم القهوه دي ادمان، انا لازم قهوه كده الصبح. فعشان اعرف ايه اكمل اليوم بتاعي يعني. وهنا كنت بعمل فطار بسيط كده، بقطع خيارة كده وكنت بسلق بيضة، وهحط نص رغيف زي ما احنا شايفين كده، حاجة خفيفة يعني ابتدي بيها يومي عشان ما اشربش القهوة وتبقى ايه معدتي فاضية.
طبعا لو القهوة على معدة فاضية او شربتي القهوة، انا في اوقات كتير بحب اشرب القهوة بعد كده افطر. لو ما فطرتش بحس بهبوط وكده، فاقول لا لازم ايه افطر، حتى لو الفطار يكون بسيط. زي ما احنا شايفين الفطار بتاعي اهو. انا هنا كنت نضفت وخلصت المطبخ بتاعي كله. عندي المعقم ده انا كنت عامله لكم فيديو، خشوا القناه بتاعتي هتشوفوه. ده بيبقى حلو قوي، بعقم بيه الرخامات زي ما احنا شايفين كده، بيديها لمعه وريحه حلوه، بتحسي بريحه النظافه كده في المطبخ. هنا كنت خلصت حبايبي ووريتكم المطبخ بتاعي. البوتاجاز اهو زي ما احنا شايفين محافظه عليه. الرخامات، متنسوش بقى لايك وشير.